السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على أفضل الصلاة والسلام. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة. قبل ما ابدأ الفيديو بتاع النهارده ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على كلمة الكل عشان يوصلكم مني كل جديد بجد. هنعمل كيكة بالشوكولاتة النوعين. بصوا، انا نص مج زيت، نص كوباية زيت، كوباية ونص سكر، دي كوباية وهحط نص كوباية تاني. معلقة كبيرة سمنة او زبدة، نص الزيت، بيضة واحدة. يعني هنعمل كيكة حلوة جوه بيضة واحدة. بصوا، 2 فانيليا، واحدة باكنج باودر، معلقة سمنة او زبدة، كوباية لبن او حليب، ودول معلقتين كبار كاكاو خام. وهحط معلقة خل علشان ريحة البيض. يعني هحط في الاول ادي كوباية السكر وهرجع عاملة نصها تاني، يعني هحط كوباية ونص، كوباية ونص على كوباية الحليب. بتبقى يعني بصوا حلوة خالص، بتبقى مظبوطة جدا. بس احط كوباية الحليب او اللبن، هحط معلقتين الكاكاو الخام الكبار، وهضرب الكلام ده في الخلاط. هضيف كيس فانيليا على الشوكولاتة اللي انا بعملها، تمام. وهحط كمان معلقتين السمن دول او المعلقة الكبيرة. وهنزل بالزيت. بصوا يعني سرسوب سرسوب، حاجة بسيطة سنة سنة. ليه؟ كل ما تنزلي بيه سرسوب سرسوب بيتقل معاكي ويديك القوام. اديني قلت لكم السر بتاع الشوكولاته، ان الشوكولاته تعملها تبقى جامده. شايفين؟ تبقى تقيله اقصد. اهي، شايفين تقيله ازاي؟ بس هنا جبت طبق هحط فيه شويه من الشوكولاته عشان لما اعمل الكيكه احطها على الوش. شايفين تقيله ازاي؟ شايفين التقل ده ولسه ما دخلش التلاجة يعني. شايفه؟ بس هكسر بيضه وهحط كيس الفانيليا التاني، وهحط شوية خل كمان، وهضرب الكلام ده في الخلاط. ضربته كويس وهنزل بقى في الطبق البلاستيك او العلبة البلاستيك او اي حاجة انت هتعجني فيها الكيكة. هنزل بالخليط ده، وبعد كده هجيب كوبايتين دقيق وكيس باكنج باودر. الشوكولاتة لما كانت تقيلة فكانت في الخلاط اضطريت ان انا انزلها بالسباتولا. بس هجيب كوبايتين دقيق، او انت حطي كوبايه ونص، لان في كيكه بتاخد كوبايتين وفي دقيق بتحتاج كوبايه ونص بس. فانت حطي كوبايه ونص وشوفي عاوزي حطي تاني. كيس الباكنج باودر، وهقلب الكلام ده. بصوا المضرب السلك ده هيتكسر مني، بس مش عارفه صورت الحته دي ولا لا. يعني الحاجات اللي فيه دي طلعت واحده منها. بصوا بقى، هنا ضفت نص كوبايه ميه مغليه. ضفت نص كوبايه ميه مغليه. شايفين اتخلعت منها ازاي؟ ضفت نص كوبايه ميه مغليه. شايفين التركية دي؟ خلي بالكم هتخلي الكيك فادج كده وطري وجميل. بس وجبت صينيه دهنتها بمعلقه زيت، ورحت نازله بالخليط بتاع الكيكه. بس عايزه اقول لكم، انا عملت دي الكيكه دي، صينيه الكيكه دي، وحطيت نص كوبايه الميه المغليه فيها. والكيكه التانية هعملها مش هحط نص كوبايه الميه المغليه. وهقول لكم بعد كده الفرق اللي ما بين الاتنين، وهقول لكم الاحلى اللي عجبتني ايه. بصوا انا كده بخبط خبطتين كده علشان خاطر اطلع اي هوا، وهدخلها الفرن. الفرن شغال. الكيكه التانية بقى اللي هنعملها، كوبايه ونص زيت، كوبايه حليب، معلقتين بتاع ده كاكاو خام، السمن. هضرب الكلام ده. بصوا السمنه اهي،
كيس الفانيليا اهو شايفين. هنزل بالزيت سرسوب سرسوب كده، نقطتين نقطتين، وبعد كده عشان تتقل معايا اهو شايفين تجلت ازاي. بس هجيب طبق برضو، هجيب طبق اهو تاني وهحط فيه شوية من الشوكولاتة اللي انا عملتها. بصوا بقى، انا ضفت البيضة وضفت الخل وضفت كيس الفانيليا التاني، بس الحتة دي اتمسحت مني، مش مشكلة. بس عايزه اقول لكم اهو نزلت الخليط دي تاني صينيه يا جماعه. وادي ايه، هحط برضو كوبايتين دقيق، بس هنا مش هملاهم قوي لان زي ما قلت لكم انا مش هحط نص كوبايه الماء المغليه. هحط كيس الباكنج بودر وهقلب الكيك، وبعد كده هنزل بالصينيه، مش هضيف لها نص ميه مغليه، فدي هتبقى كيكه الشوكولاته العاديه اللي احنا بنعملها على طول اهو شايفين. بس هقلب طبعا كويس، وبعد كده هنزل الصينيه برضو دهنتها حبه زيت. شايفين انا محطتش نص كوبايه ميه مغليه في الكيكايه التانية، وهنزل بالخليط كله في الصينيه وبرضو هخبط الصينيه خبطتين كده وهدخلها الفرن. وعايزه اقول لكم على حاجه، احنا عاملين الكيكه دي الصينيه ببيضه واحده بس، بيضه واحده بس، صينيه الشوكولاته ببيضه واحده بس. شايفين الكيك دي لما مش حاطه لها الميه المغليه تحس ان هي ايه، تقيله شويه جامده. بصوا دي الصينيه دي اللي انا بقطعها دي يا جماعه اللي هي عاملاها وحاطه لها نص كوبايه ميه مغليه، يبقى دي اللي محطوط لها نص كوبايه ميه مغليه. اما دي اللي هي كيكه الشوكولاته العاديه. ادي الشوكولاته شايفين كانت اتحطت في التلاجة، شايفين جمدت ازاي، شايفين. هنزل بقى على الكيك بالشوكولاته على الكيك علشان خاطر ايه ازينها. بس اوزع بقى الشوكولاته حلو جدا على الكيك، شايفين اهو. كنت عامله يعني مزوده في الشوكولاته علشان ولادي بيحبوها مليانه شوكولاته. الصينيه دي اللي عملتها الاولانيه اللي كانت فيها الكيك الفادج ده او الكيك الطري. بصوا بقى ادي برضو طبق الكيك التاني، وادي الصينيه التانية. انا ايه هنزل برضو بالشوكولاته وهوزعها عليها كلها. صراحة اليوم ده كان جاي عندي ضيوف وقلت لا، يعني ما كانش عندي فاكهة وكده، فقلت لا خلاص انا هاجي اعمل سنتين الكيكة دول ونقدمهم للضيوف يعني. بصوا بقى هقطع الصينية دي اللي هي كيك الشوكولاتة. طيب هفتح برضو وهطلع حتة وهوريها لكم قطع يعني اهو شايفين. بصوا شايفين الارتفاع اللي انا عاملاه ده، يمكن الكاميرا مش مبيناه قوي، لكن القطعة ما شاء الله مرتفعة ومن بيضة واحدة بس يا جماعة. اهم حاجة ان احنا عاملين صينية الكيكة ببيضة واحدة. بصوا بقى دي الصينية اللي هي ضفت لها نص كوباية مية مغلية، دي اللي انا بقطعها حاليا، دي اللي ضفت لها نص كوباية مية مغلية. بصوا كان ارتفاعها اعلى، كانت طرية، كانت فادج خالص كده يعني، كان طعمها احلى. فعن تجربة حسيت ان دي احلى. بصوا اهو شايفين الارتفاع.
والله بيضة واحدة قدامكم عملتها، شايفين ما شاء الله عليها. كيكة كانت حلوة جدا، وانصحكم ان انتوا تجربوا الكيكة اللي هتضيفوا لها نص كوباية مية مغلية وجربوها. بصوا الله، يعني مش عايزه اقول لكم الطعم والجمال. هنا كنت قلت لبنتي صورينا ناخد الصورة بتاعت حطيتها كده، قلت لها يلا صورينا عشان ناخد الصورة اللي هنحطها غلاف الفيديو. هتشوفوا بقى، جربوها وشوفوا. شايفين الارتفاع، شايفين سمك تجل الشوكولاتة او السمك بتاعها كان عامل ازاي. يعني حاجة سهلة جدا والله، ومش غالية، لانك انت صينيتين الكيكة دول عمتي كل صينية بيضة. يا رب الفيديو يكون عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.